السلام عليكم متتبعي قناه الشيف ماريا لاكلات البركه. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحريشه بسبوسه كيف ما بغيتو تسميوها. كتجي على طريقه بحال الكيكه وهي حرشه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المساند الرسمي ديالي ديال الوصفه اللي غنبهر بها الضيوف ديالي هو هذا الكاس د العنبه. كنحتاج بيضه، بسم الله. كنحتاج 4 كاس ديال الكوك. كنحتاج 4 كاس ديال الزيت. كنحتاج كاس ديال الحليب. تنستمر في التحراك حتى يندمجوا لي العناصر مزيان. نضيف 2 كيسان ديال سنيده ديال الحرشه سميده ديال السميده. 2 كيسان دائما بالكاس العنبه. دابا حنا غادي نحرك حتى هو ندمجوا ليه العناصر كلهم. دابا غادي نخويه في واحد اللاطه اللي دهنتها بالزبده ولبستها بالسميده، ونرجع لكم باش تشوفوا بقيه التحضيرات. هنا دابا راني لبست هذا اللاطه دهنتها بالزبده ولبستها بالسميده. دابا غادي نخوي فيها دابا خلطت اللوز افيلي مع الكوك مع السكر مع اللوز افيلي بالزبده اللي خصها تكون محرره المطبخ حتى نسجموا لي العناصر مزيان. هانتوما كتشوفوا، وغادي نزين بهم الكيكه ديالي. اللي حكيت غادي نوضعوه في الوجه ديال الكيكه ديالي هكا، الوجه مزيان. وكذلك دابا بعد ما كملت التزيين ديال الكيكه ديالي غادي ندخلها للفران اللي كنت شاعلاه من قبل على درجه 180 درجه، وغادي نرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحريشه اللي شاركت معكم اليوم. حلوه، نتمنى تجربوها وتشاركوها مع الاهل والاحباب. اللي كيدخل اول مره للقناه ديالي يسجل الاعجاب والاشتراك ويضغط على الزر الاحمر باش يوصلكم الجديد، والى وصفه مقبله ان شاء الله.